السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكل خير وسعاده وحب يا رب عليا وعليكم. بصوا بقى يا كتاكيتي، ركزوا معايا في الاكل اللي هنعملها النهارده، عشان ده غدانا النهارده. احنا كنا هنعمل فراخ بانيه ومكرونه، بس انا لاخر لحظه قلت لا، انا هعملها لهم كده ايه، صينيه في الفرن زي ما امي كانت بتعملها الاول. بس امي كانت بتعملها بطريقه، ودلوقتي بقوا ايه بيعملوها بطريقه تانية بيقولوا عليها نجرسكو. بس انا هعملها بالطريقه اللي امي الله يرحمها كانت بتعملها. ركزوا معايا بقى يا كتاكيتي كده، وصلوا على النبي كده، وما تنسوش اللايك الحلو، وربنا يجعل نهاركم كله خير وسعاده يا رب. شوفوا بقى، انا جبت البصلتين الحلوين دول، قطعتهم كده ايه، حتت لا كبيره ولا صغيره، متوسطه ماشي. وقلت ايه اديها كده ايه تقليبه كده على النار، اخليها ايه تدبل بس كده ماشي. خليكي معايا للاخر هتطلع لك معلومه حلوه. ودي صينيه، ولا اقول لكم خليكم معايا للاخر وانتوا هتشوفوا الصينيه دي هتبقى طالعه عامله ازاي، وطعمها عامل ازاي، والتركات اللي فيها عامله ازاي. ركزي بس معاكي، ركزوا كده معايا كتاكيتي كده وهتتبسط. بصوا انا حطيت دلوقتي البصلتين كده، لما ايه يا دوبك بس البصله مش تاخد لون، تدبل بس كده ماشي. وبعد كده بقى ايه، حاجه جايه بقى ايه، دوت كيلو صدور، بس انا مقطعاه يعني ايه، جبت صدور كده مقطعاه بقى حتت حلوه كده، مش مفتفتاها بقى كده، حتت كده ايه يعني، لا صغيره ولا كبيره، شايفين؟ عشان ديت لما ايه بعد ما بتستوي كده بتكش بعضها، عشان اللي ياكل كده يحس ان هو بياكل فراخ. انا عاوزه ابسطهم النهارده في البيت، عاوزاهم يشهيصوا النهارده. بس النهارده بقى الدنيا ساقعه، ومش قادره اقول لكم الجو ده عاوز حاجه تدفي كده، عاوز صينيه زي دي الواحد ياكل ويشرب كوبايه شاي، وبصي وتحت البطانيه واقعدي بقى كده. ركزوا بس معايا في الفيديو للاخر وهتتبسطوا. واللي لسه ما عملت غداها تشوفي الفيديو للاخر، وقومي كده اعملي غداكي وهتدعيلي، بس بنفس التركات اللي هتشوفيها في الفيديو. بصوا انا هسيبها بقى كده مع البصله كده، الصدور تستوي. شايفين البصله هنا خدتش لون، مع الصدور كده هتستوي كلها مع بعضها. شايفين بعد ما استوت بقت عامله ازاي؟ الصدور خدت لون خفيف، لون ذهبي، والبصلايه خدت لون برضو ذهبي ماشي اهي، شايفينها؟ هاجي بقى ايه، احط بقى التوابل بتاعتنا بقى، معلقه بهارات وفلفل وملح، بس انا مش هكتر ملح، حطيت نطره ملح صغيره. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم خليكم معايا للاخر، عشان في حاجه هحطها هتبقى حادقه، عشان ما تبقاش الصينيه ملحها كتير ماشي. يعني لما تيجي تحطي ملح على التتبيله بتاعه الفراخ دي، حطي، لو انت بتحطي مثلا معلقه كبيره ملح، حطي معلقه صغيره او نص معلقه ملح. ادي بقى الحاجه اللي هتحدقها. ده نص كيلو زيتون مخلي، عارفين طبعا انتوا الزيتون المخلي، بس بيبقى حادق شويه، فانا لو كترت بقى الملح هتبقى الدنيا ايه، مش هتبقى صينيه مكرونه بالفراخ، هتبقى مخلل بصراحه يعني ماشي. خليكم معايا للاخر، عشان في حاجه كمان انا غلطه كده غلطتها، بس يلا مش مشكله، اكيد اختي مش هتزعق لي ولا حاجه. هتقولي لي ايه هي؟ هقول لك خليكي معايا وانت هتشوفي. بس انا حطيت كده الزيتون وقلبته، بس خدوا بالكم انا حطيت الزيتون ده في الاخر، عشان مفيش واحده تحط الزيتون في الاول، في الاخر بعد الصدور ما استوت وخلاص. وهشيلها بقى، شلتها، جبت الحله الظريفه اللطيفه دي. ليه بقى؟ عشان دي اللي هعمل فيها البشاميل. دي بقى ايه اهي، هحط بقى ايه 4 معالق سمنه. هتقولي لي ليه؟ هقول لك عشان هحط 4 معالق دقيق، عشان احنا بنحب البشاميل كتير في الصينيه، سواء مكرونه بشاميل سواء مكرونه بصدور الفراخ كده، بنحب احنا البشاميل يبقى كتير قوي. فهحط ايه 4 معالق سمنه، ولو انت عايزه تحطي زبده حطي عادي، اللي عندك حطيه، بس انا يعني ايه بقول لكم على اللي موجود عندنا، يعني من الاخر يا جماعه، اللي موجود عندنا. انا حطيت 4 معالق سمنه، وحط معاهم 4 معالق دقيق. بصوا خليكم بقى معايا كده، استنى اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا ايه، عشان انا ما بحبش اهو
السمنه اهي. ما بحبش احمص الدقيق قوي عشان ما يبقاش البشاميل غامق، يعني بحب اخليه كده وهو داخل على الدهن كده. بصي استنى، الكيسه بتاعت الدقيق ما كانتش عايزه تتفتح. ادي معلقه 2 3 4 اهم. هقعد بقى اقلب، بس انا مش هخليه ياخد لون قوي، لان مره عملتها بصراحه طلع مش حلو. بعد ما بقى ذهبي كده اهوت، انا مقربه لكم الكاميرا عشان بس ايه تشوفوا، عشان في ناس ساعات البشاميل ده كمان بيكلكع معاها، لازم يكون اللبن بارد. خدي بالك بقى من النقطه دي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي بقى اللبن، هو اللبن بارد بس انا هحطه على مرتين عشان ما يكلكعش معايا اهو. بس اقلب وهرجع بقى تاني ايه اكمل بقى بقيه اللبن اهو. شايفين؟ واحده بقى تتفرج هتقول لي ده كتير قوي، هقول لك لا يا حبيبتي، احنا في بيتنا يا ماما بنحب البشاميل كتير، فكل دار ولها مدار. اللي عاوزه تقلل، انا عامه بنحب ناكله كده. ماشي؟ خليكم بس معايا كتاكيتي للاخر مش هتندعوا. وما تنسيش كده يا كتكوته انت وانت قاعده تحطي اللايك الجميل، ولو ربنا قدرك وكتبتي لي تعليق حلو ابقى متشكره ليكي، ما كتبتيش برضو متشكره. بص بقى البشاميل اللي بعمل ازاي، شايفين؟ لا تقيل ولا خفيف، برضو هحدقه معلقه فلفل ومعلقه ملح. بس طبعا انت لو عندك فلفل ابيض احسن من الفلفل الاسود صراحه، بس انا ما كانش عندي فلفل ابيض فاضطريت احط فلفل اسود. بس انت لو عندك حطي، مش هيبان وهيديكي نفس النكهه، بس انا حطيت الموجود عندنا. وفي غلطه ثانيه انا غلطتها برضو، انا بعمل بشاميل دي بقى اللي عاوزه اقول لكم عليها، ان انا وانا بمنتج الفيديو دوت هو المفروض ان انا حطيت معلقتين كريمه لباني على البشاميل، بس طبعا وانا بمنتج رحت مسحاها، فمش عاوزه اي حد فيكم يتضايق مني. خدي بالك ان كان في معلقتين كريمه لباني اتحطوا، دول بقى بيودوا البشاميل كده في حته تانية، تحسي كده وانتي بتاكليه كده ما اقولكيش. ودي المكرونه كنت سلقاها نص سلقه، ماشي؟ بس طبعا انا مش هقول لكم المكرونه بتتسلق ازاي، انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وبتعرفوا تسلقوا المكرونه، فعشان ما الفيديو ما يطولش وتزهقوا مني وتقولوا ايه البت الرغايه دي، فانا ايه كنت سلقاها ومحضراها. ماشي؟ هبتدي بقى ايه احط البشاميل كده عليها. بص انا قلت هقعد احط بالمغرفه هنقط نفسي، انا رفعت الحله كده وحطيت هقلبها كده. بس انا بص ما عنديش طولة بال ان انا اقعد احط معلقه حاجه طنقت يا جماعه، انا احب ارفع الحله كده واكب على طول. حطيت وهقلب وهحط حبه كمان واسيب بقى حبه في الاخر كده ايه عشان خاطر الوش، مع ان انا هحط حاجه تانية برضو على وش الصينيه، بس انا قلت بحب ان انا ايه اكون مغرقه وش الصينيه كده بشاميل. اديني حطيت حبه همت. في بقى حاجه تانية عاوزه اقول لكم عليها، في ساعات ناس لما تيجي تعمل الصينيه دي تقول لك ايه انا احط حبه بشاميل في قعر الصينيه. لا انا مش هعمل كده، بحس ان هي زي قلتها، بحس ان هو بياخد لونه وبيتحرمش ومبيبقاش ليه معنى. انا بعمل حاجه تانية، بجيب الصينيه ادهنها سمنه وباجي مبدراها كاني هعمل كيكه. يعني انا الصينيه دي اندهنت سمنه وبعد كده ايه رشيت شويه دقيق. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي، ما تخافيش، هتحسي ان قعر الصينيه زي وشها. لان في ناس تقول لك انا احب احط شويه بشاميل في قعر الصينيه، ما تعمليش كده، اعمليها كده زي ما انا بعملها وانا متاكده ان انت هتدعي لي. ماشي؟ بدري كده امسحي الصينيه بحته سمنه او زبده وبدريها بشويه دقيق، وحطي بقى كده الخليط بتاعك وهتدعي لي. بس ركزي بس كده ايه كتاكيتي معايا. وادي بقى الخلطه، صدور الفراخ اللي انا عملتها بالبصل بالزيتون المخلي هفردها اهمت. ما اقولكوش يا جماعه بقى على الريحه، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ريحه نفاذه. انا فرشتهم اهمت او فردتهم عشان ما تعيبوش عليا، وهاجي بقى ايه مكمله التانيين اهم، حاطه بقيه المكرونه اهي وهفردها
بصوا ريحه البشاميل، المعلقتين الكريمه اللباني دول بيودوا البشاميل في حته تانية. بس ما تزعلوش مني ان وانا بمنتج مسحت الحته دي، عشان واحده بس بتتفرج تقول ايه الله امال احنا ما شفناش معلقتين الكريمه اللباني. انا ما اكلتهمش والله، انا حطيتهم بس وانا بمنتج غصب عني مسحتهم، فاهميني؟ فعشان خاطر بس انا عارفه ان اختي لما هتشوفه بعد المنتجه احتمال تولع فيا، بس والله العظيم غصب عني. بصوا بقى انا كده ايه بساوي الصينيه. حاجه عامله ايه بقى، حاجه مكمله بقى ايه بقيه البشاميل عشان انا بموت فيه كده بصراحه. حاجه حاطه بقى كده اهو مكمله بقى على وش الصينيه كده. ما اقولكوش على ريحه البشاميل ده لما بتحط عليه معلقتين كريمه لباني او مثلا 3 مكعبات جبنه بشكري او جبنه كيري، يا لهوي يا لهوي على الحلاوه. بتخلي ريحه البشاميل ده تحفه 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 بجد. جربي انت بس الطريقه دي، المقادير دي بالطريقه دي والله العظيم انا كل مره اقول لكم ادعوا لي مفيش حد بيدعي لي، بس اقسم بالله لو جربتيها كده هتدعي لي. ركزوا بس معايا كده يا كتاكيتي للاخر وانتوا هتشوفوا منظر تحفه. بصوا ده كان عندنا بقى كيس الجبنه ده، انا هفضيه كله على الوش عشان انا ما بحبش ابخل في الجبنه بالذات لان انا بموت فيها. فانا قلت بنت ايه حطي جبنه، كترت البشاميل على الوش، حطي يا بنت جبنه على قد ربنا، فضي الكيس كله. انا فعلا فضيت الكيس كله ليه؟ لان في ورايا لو انا سبت الكيس ده هياخدوه يسيحوا الجبنه في نص رغيف عيش وياكلوه. انا بقى فضيته كله على الصينيه. شايفين؟ بس كده خلاص. يلا ومولعه بقى الفرن قبلها بربع ساعه لان الفرن عندنا يعني بعافيه شويه عشان يسخن. الفرن يكون مولع نار وتحط الصينيه ديت في الشبكه اللي في النص. يكون لازم الفرن يكون ساخن يعني، وحطيها كده على الشبكه اللي في النص و10 دقايق كده وشم الريحه. بعد كده تفتحي عليها لو لقيتيها احمرت طلعيها اهي. شايفين الحلاوه؟ على فكره دي مولعه نار والله. هقطع لكم دلوقتي حته وشوفوا يعني وانا بقطع كده حته سخنه مولعه. يا رب بس تكون ظاهره لكم. استنى مش عارفه اقطع منين والنبي ما عارفه اجيبها منين. استنى عشان خاطر ايه ما تتفرجش مني وتعايبوا عليا. ركزوا معايا بقى يا كتاكيتي في اللي انت هتشوفوه دلوقتي. واللي لسه ما عملتش غدا تقوم تتنشط كده وتقوم تشوف هي هتطبخ ايه، ولو لسه ما طبختش تقوم تعمل الصينيه دي. بصوا انا محتاره اجيب الكبشه منين والله. ركزوا بقى، ركزوا في الحته دي. شايفين مولع سخنه والبشاميل كده سايح. مش قادره اقول لكم على الحلاوه، مش قادره اقول لكم على الحلاوه. شايفين؟ استنى ادير لكم الصينيه عشان تشوفوا السخونيه اللي طالعه منها اهي. نار بس ريحه ما اقولكوش بقى، ريحه وطعم تحفه تحفه. في الشتاء ده صينيه زي دي تدفي يعني. للي لسه ما عملتش عملت الغدا قومي بقى يلا كده الشطاري واعمليها بالطريقه دي. شايفين بشاميل سايح ازاي والريحه وسخنه وفي الشتاء ده ما اقولكوش يا كتاكيتي غدوه تدفي في الشتاء. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه اللي اول مره بيشوفني ودعوه حلوه. كل مره اقول لكم ادعوا لي ما حدش بيدعي لي ماشي. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه اللي اول مره بيشوفني ودعوه حلوه كده. وربنا يجعل يومي كله خير وسعاده ويجعله يا رب كده الخير ليا وليكوا يا رب. شايفين مولعه نار والله والريحه ما اقولكوش. ما تنسوش بقى يا كتاكيتي اللايك الجميل وانتوا بتتفرجوا كده ودعوه حلوه ليا والنبي. نهاركم سعيد يا رب وكله خير وحب وهنا. سلام.